في ناس بتقول إن الخطوط اللي في الإيد دي ما كانتش موجودة قبل ما النساء اللي مذكورين في سورة سيدنا يوسف يقطعوا إيديهم من انبهارهم بجماله، وبيقولوا إن بعد كده ربنا بقى بيخلقنا بيها عشان نفتكر الواقعة دي. يا راجل، طب إيه دليلك على الكلام ده؟ لا مفيش، بس هو كده. بس ده طبعا ما حصلش، وربنا سبحانه وتعالى خلق ايدين الانسان كده من اول سيدنا ادم عليه السلام. العلماء اثبتوا ان الخطوط اللي في ايدك دي بتساعد على مرونة الجلد، تخلي حضرتك تعرف تطبق ايديك. ولو الكلام ده كان حقيقي كان ربنا ذكره في القرآن واخبرنا بيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اما بالنسبة للشاهد اللي شهد على امرأة العزيز ففي اقوال كتير في الموضوع ده، لكن اصدقهم هو طفل تكلم في المهد، ويقال انه ابن خالتها وكان موجود في البيت ساعتها. وبقول أصدقهم لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث شريف وقال لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، وذكر فيهم شاهد يوسف. أما بقى بالنسبة لكلمة إن كيدهن عظيم، ففي علماء قالوا إن اللي قالها أصلا هو عزيز مصر أو الشاهد اللي شهد على زوجته، يعني في الأول ولا في الآخر دي كلمة اللي قالها إنسان زي زيك، يعني ربنا ما وصفش بيها النساء زي ما أغلبنا فاكرين. بالنسبة للوحي في حياة سيدنا يوسف عليه السلام قال إنه نزل عليه وهو عنده 17 سنة، وإن لما جم اخواته يرموه في البير هو كان ماسك في البير من فوق، وقعدوا يضربوا على ايديه عشان يوقعوه لحد ما وقع، بس اللي تلقاه هو سيدنا جبريل عليه السلام. والله هو أعلى وأعلم. وخلاصة الحكاية إنك لو اتظلمت مهما طال عليك الزمن لازم ربنا هينصرك في الآخر، زي ما نصر سيدنا يوسف عليه السلام.